هو اللي سامح، انا ما سامحش، اما امر ربي سبحانه وتعالى. نتمنى راهو جاني وحدي حتى في ال9 سنين هذه على الاقل، حتى بعث لي بطريقه وقال لي راهو زوجك موجود في البقعه الفلانيه. اما انا تصور لسانه على الاقل اللي مات كيما لطفي زواج ما يعرفوه موت، عندنا مقبورات. اما 9 سنين 9 سنين ما نعرفش عليه فين هو. 9 سنين انا لا عنده قبر والله، حتى باش نقول الله يرحمه ما نعرفش نقول اللهم ارحمه كان حي وبيه. معناتها نجي باش نصدق نولي نقول اللهم كان حي ولا ميت، نجي نعمل ختم قران نقول الله يخفف عليه كان حي ولا يعني مش عارفه. ما عليه هكا، معناتها عليه يرضى هو هكا لاخته من خيانها. ربي سبحانه وتعالى انما المؤمنين اخوه. يا اخي هو مادام عالم ما يعرفش الشيء هذا، وكيفاش انت تكفر؟ كيفاش تكفر؟ كان نهار اللي جاني عباس في الليل يحكي لي من كثر الصدمه مسكين ما عادش يعرف يتكلم. قلت له كيفاه؟ سيدنا قلت له عمر بن ياسر وقت اللي نال من الرسول صلى الله عليه وسلم، نال منه كل شيء ويضرب فيه يقولوا يعني ما تقول كذا وكذا في الرسول صلى الله عليه وسلم. ووقت تعدى الرسول بدا يبكي قال يا رسول الله قلت فيه قالوا قلبك كيفاه؟ قالوا مطمئن بالايمان. قالوا ان عادوا فعد باش تمنع روحك. معناتها نال من الرسول صلى الله عليه وسلم. معناتها قلت له كيفاش ما تقول لهم وقت جاني في حاله قلت علاش ما تقول لهم مش هكا؟ قلت له اللي بال في المسجد والناس قاموا باش يضربوه يقتلوه، الرسول صلى الله عليه وسلم قال خلوا عليه يصبوا طرف ماء وجاوا فهموا بالسياسه. هذا الدين، نحن دين رحمه، دين يعني دين يسر، دين يعني بالعكس. يا اخي احنا كل ما يفهمش نفهموه. وبرا روعه بس زلة لسان يا سيدي، يقولوا قال زلة لسان. تكفروا سبحان الله. قالوا أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله. سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابي أقتلته بعد أن قال يا رسول الله، ما قالها يعني خوف من السيف. قال له شققت على قلبه، أشققت على قلبه، شفت قلبه أنت قال خوف ولا لا؟ خلي الإنسان طول عمره حاج ما عادش قداش بحاجة ويذكر في الله سبحانه وتعالى ويصلي ويسجد ويدعي للناس. قداش من الناس دخلت للإسلام ودخلت للصلاة ودخلت للأعمال الصالحة على طريقهم جماعة الدعوة والتبليغ. يعني تجي أنت تكفرهم، معناتها فتنة كبيرة عملها. نتمنى ربي سبحانه وتعالى يظهر الحقيقة، وإن شاء الله يكشف إن شاء الله سريرتهم إن شاء الله هذوما ويكشف عن حقيقتهم. هذا ما نقول.